الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله في مقبرة العود في الطريق حيث يسجى في مثواه الأخير، ونشاهد في الصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أطال الله عمره وأبقاه ذخرا للأمة. هو يتقدم مشيعي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وهو يتجه إلى مثواه الأخير. ندعو الله له بالرحمة والمغفرة وأن يجعل منزله الفردوس الأعلى. هذه مقبرة الملوك، يعني العود، يعني لو قرأت حديثك يعني بجوار أشقائه نعم الملوك. بجوار أشقائه. الكل يعني يحرص على زيارة هذه المقبرة والسلام على الملوك رحمة الله عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة وأن يتغمده بواسع رحمته. هذا المشهد المهيب يا دكتور عبد الرحمن، موقف صعب، موقف مهيب، موقف يحمل لا يحمل يستطيع أن يعني يعبر عما يشاهد، ولكن نحن ولله الحمد وننعم يعني بدين عظيم، دين الإسلام، أن ندعو في مثل هذه اللحظات لخادم الحرمين الشريفين أن يسكنه فسيح جناته، آمين، وأن يجعل مثواه إن شاء الله في الفردوس الأعلى من الجنة. حقيقة موقف مؤثر جدا عندما نعم. الآن نشاهد المصاب أستاذ عبد الرحمن، المصاب جلل، المصاب جلل مثواه الأخير في المصاب جلل. لكن العود. أيضا أستاذ عبد الرحمن لو ينظر الآن كيف سلاسة الحكم، كيف انتقل ولله الحمد بكل يسر، يعني ولله الحمد. وعزاؤنا أستاذ نايف في هؤلاء الرجال الكبار الذي إن غاب منا سيد قام سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. نشاهده الآن على رأس مشيعي أخيه الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ويظهر صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز أيضا في مقدمة مشيعي الجثمان وهو يوارى في مثواه الأخير. نسأل الله له الرحمة وجزيل الدعاء بأن يجعل منزله الفردوس الأعلى في منزلة مع الصديقين والشهداء. التواصل الاجتماعي، طالما احنا نتحدث عن أيضا يعني كيف كانت اللحمة بين التواصل الاجتماعي، الرسائل التي كانت تصل لكل بيت لكل أسرة، الكل يدعو له بالرحمة والمغفرة. أيضا الصور نقلت يعني مباشرة أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكل المجتمع. نعم، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. من الصور المؤثرة أيضا يعني شاهدتها قبل ما أدخل الاستديو، هناك مجموعة من نعم مقيمين. هذه الصورة المسجلة قبل قليل قبيل المغرب، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وهو يغادر مقبرة العود بعد أن شيع أخيه جلالة الملك الراحل خادم الحرمين الشريفين الملك